الشعب هو من يقرر ويختار حكامه ويميز بين هؤلاء. أما مسألة الزيارة إذا كانت سرية والزيارة ودية مع إسرائيل، إذا ليس من الأخلاق أن تفضح إسرائيل من جاءوا بزيارة سرا لها، وهذه الزيارة التي هذا كلام جميل، هذا كلام جميل يا أستاذ إيدي. يعني الجماعة جاءوا سرا، لماذا تسعى إسرائيل للحديث عنهم أو لفضحهم، سواء ما ذكرته الخارجية الإسرائيلية أو ما ذكرته حضرتك؟ يعني إذا كان هم اتفقوا سرا من أجل هذه الزيارة، لماذا تحرص إسرائيل على الحديث عنهم علنا؟ يعني إسرائيل لم تكشف أسمائهم، يعني أنا اللي كشفت أسمائهم، هذا أولا، خلينا نكون صريحين وواقعيين. أنا كشفت، لكن لكنها أعلنت الزيارة، صحيح الخارجية لم تذكر أسماء، لكنها قالت هناك 3 وفود وفي 3 مناسبات، وذكرت عدد 15. يعني هناك معلومات تحدثت عنها الخارجية وموجودة في صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنهاية هناك توجه إسرائيلي للإعلان عن الزيارة السرية، لماذا برأيك؟ لأن الإسرائيليين أيضا سئموا من هذه الزيارات. أقول لك الصراحة، نحن وضعنا الآن اختلف، يعني من هلأ، يعني من 10 سنين أما الآن إذا بتعمل مقارنة وضعنا اختلف. هناك هرولة للتطبيع من الدول العربية لإسرائيل، هناك انبطاح عربي يعني للتطبيع معنا مع دولة إسرائيل. هناك مصالح. العرب فهموا أخيرا شوي بالتأخير إنه القضية الفلسطينية هامشية، إنه هيدي القضية الفلسطينية بتجيب لهم الويلات يعني، والآن يريدون أن يكونوا مع المستقبل، مع الولايات المتحدة. شوف الوفود الرياضية، وزيرة ميري ريجب هي وزيرة الأكثر صهيونية في حكومة نتنياهو، كانت وصلت ما صلت بس كانت في مسجد زايد في الإمارات. الوطن النشيد الوطني الصهيوني الإسرائيلي عزف في قطر وفي أبو ظبي. يعني بدك أكثر من هيك؟ في تطبيع، في هرولة، في انبطاح عربي، كلهم بدهم يجوا لإسرائيل، كلهم بدهم يفتحوا كروات مع إسرائيل، جميع الدول العربية. وإن خليني أقول لك شيء، الأشد عداوة بالإعلام هو اللي أكثر بهرول للتطبيع، مثل تركيا، مثل مصر، هدول مثل قطر، هدول اللي أكثر شيء، مثل العراق. الأشد عداوة في الإعلام هم الأكثر انبطاحا بالهرولة.